السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بقى هنعمل أكلة جميلة وجديدة. هي برضو مش جديدة. هي هنعمل ايه؟ هنعمل صينية كوسة في الفرن. سبق وعملنا الكوسة دي بالبشاميل وكانت طعمها فوق من الرائع. وسبق وعملت الكوسة دي بحمص الايه، بحمص الطبيخ، وكانت جميلة جدا. النهاردة بقى نظرا لان انا راجعة من الشغل متأخرة، فقلت ايه اعمل ايه. فكانت اسهل حاجة هي صينية الكوسة في قلب الفرن، وشوية رز بالشعرية كده في السريع، وفرخاية اسلقها واحمرها. طيب، ازاي بقى بنعمل صينية الكوسة الدرجة بتاعتنا الطبيعية خالص؟ كانت ماما الله يرحمها كانت بتقطع الكوسة بتاعتي. بتجيب، انا دي عبارة عن ايه، ده كيلو ونص كوسة. بص بقطعها كده بالايه، بالور، بتديني الشكل ده، ولازم يكون فيها سماكة كده عشان وانتي بتاخدي او بتغرفي منها تلاقي يعني قطعة الكوسة مش مهرية. ده كيلو ونص من الكوسة ب15 جنيه. وهجيب بصلتين هقطعهم ترانشات اهو زي ما احنا شايفين كده، بصلتين وملح وفلفل وقطعة توم مفرزناها في التلاجة، وقطعة زبدة. وعشان انا ولادي ما بيمولوش للحمة قوي، فالطبيخ عندي ما بيبقى صايص. يا اما بقى بجيب لحمة مفرومة كيلو مثلا واقطعه على كور صغيرة فبطبخ بيه يدي للاكل طعم وجمال، يا اما بسلق كيلو وكل مرة بحط في الايه، في اللي انا بعمله طبيخ او حاجة حتتين زي ما انتوا شايفين كده، هو نظرا لان ولادي ما بيمولوش ليه. ودي كوباية شوربة من الايه، من الفراخ اللي انا بسلقها او الفرخة اللي انا بسلقها. تعالوا نشوف بقى اسهل طريقة ايه، اسهل طريقة صينية كوسة طبيعية خالص وعادية. هجيب البصلتين زي ما احنا شايفين كده، وطبعا انا بحب ايه، اقطع البصل بتاعي في الصواني حلقات او ترانشات زي ما ماما الله يرحمها ما ايه معودت. ادي اهو بصلتين، يعني يا اما بصلتين كبار يا اما ايه متوسطين. طبعا لما بتقطعيها كده بتعملي لها سماكه حلقه او ترانشات البصل، تبقى طعمها مسكر جدا ومعسل في الاكل. هحط عليهم ايه، هنزل عليهم بالملح والفلفل. اوكي، وهدعكهم الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. ودايما كل ما نيجي نعمل اكل لازم نسمي، عشان الاكل بتاعنا يبقى فيه ايه، يبقى فيه بركة ربنا، ويبقى الاكل جميل ومسكر طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهدعك البصلتين بتوعي لحد ما احس ان العصارة بتاعتهم نزلت. اهو هنزل عليهم بايه، انا جايبه كيلو طماطم او يمكن كمان اقل من كيلو طماطم، وضربته في الكبه بتاعتي او الخلاط بتاعي زي ما احنا شايفين كده اهو. ودايما اما بخلط قلنا الطماطم بحط عليها معلقه سكر عشان تعادل الحموضه، وحاطه فيها واحده ماجي وقرن فلفل ايه رومي ونص قرن فلفل حراق. هنزل بقى دلوقتي كده هو بمعلقه التوم اللي انا مفرزناها ومعلقه زبده. ريحتها جميله الزبده الايام دي جميله جدا، موسم تخزين الزبده الايام دي. انا جبتها وخزنتها وان شاء الله باذن الله، يعني ما جبتش كتير، جبت 5. اما اجيب كمان حبه كده قدهم كده ان شاء الله هوريهم لكم ازاي بنسيح الزبده. بس ريحتها ما شاء الله ولا قوه الا بالله. اهو كده خلاص. هنزل عليهم بايه، بكوبايه الشوربه اللي انا اخدتها من الفراخ بتاعتي. وهقلب الجمال ده كله كده على بعضه. وانا حاسه برضو ان الايه الصوص بتاعي مش احمر قوي، هنزل عليه زي ما انا قلت لكم بحب اجيب احلى
احلى بتاع ده في السوق ده صلصة، بحس انها تبقى حلوة. فاكرينها شركات زمان. بصراحة اختي الله يبارك لها هي اللي فكرتنا بيها. احنا كنا ماما بتستخدمها وكلهم بيستخدموها، بس الايام دي طلع كذا نوع فنسيناه شوية. اختي بقى هي اللي فكرتنا بيها الله يبارك لها. وهنزل عليها بقى بالكيلو ونص كوسة اللي انا جايباها زي ما احنا شايفين كده. ولو انتوا لاحظتوا انا الاكل بتاعي طبعا انا هنا انا منضفه جدا الرخامه بتاعتي، على طول ايدي فيها دايما، كل شويه بغسلها واعقمها بالخل. وهنزل عليها قطعتين اللحمه اللي انا بعمل زي كيلو لحمه بسلقه في التلاجة، وكل ما اطبخ طبخه احس ان انا عشان طعم اللحمه يبقى فيها او تبقى جميله وطعمه. طبعا عارفين ان احلى طبيخ بيبقى باللحمه. فبنزل قطعتين فيها وهقلبها زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الجمال والعظمه دي بينا على على الفرن. شايفين ايه رايكم؟ واول ما تخرج من الفرن هوريها لكم كله ني في ني عشان يبقى صحي وهيلسي، ومحدش يشتكي من ألم في المعدة ولا القولون. بحس ان احلى حاجة الاكل الني في ني. كل ما تعقدي الاكل في الطبيخ كل ما بيكون الاكل مش هيلسي ويبقى صعب على المعدة. زي ما احنا شايفين كده هدخلها الفرن وهوريها لكم لما تخرج ان شاء الله. وده الشكل النهائي. ادي صينية الكوسة ب3 قطع لحمة اللي انا قلت لكم عليهم. شكلها رائع وطبعا طعمها مش هقول لكم عليها، يا ريت تنورونا. ودون طبق الرز بالشعرية ومعاه فرخة بعد ما سلقتها قمت شويتها في الفرن، حمرتها في الفرن. ودي الكبد والقوانص بتاعتها. طبعا الكوسة صينية الكوسة يعني الرز بالشعرية اهو. وده طبق سلطة صغير جنبه. وبالهنا والشفا. كان نفسي تكونوا معايا عشان خاطر تدوقوا من العظمة دي. دمتم في رعاية الله.